لو بتشتغل في مجال الكوربوريت او الشركات لازم تعرف ايه هو الايزنهاور ماتريكس وازاي تستخدمه، هيفرق معاك كتير جدا جدا في شغلك. واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه أي حد إن لم تكن الأكبر في الشغل إن هو ينظم وقته وينظم جهده عشان يطلع بأفضل نتائج. دوايت أيزنهاور رئيس السابق للولايات المتحدة اخترع ما يسمى بالأيزنهاور ماتريكس، واللي بيقسم التاسك بتاعتنا أو المهام بتاعتنا على 4 حاجات أساسية في اليوم، ألا وهي الدو، الليف، السكيدجول، والديليجيت. أيزنهاور قال إن إحنا نقسم الشغل بتاعنا طبقا هل هو ايرجنت ولا لأ، وهل هو امبورتنت ولا لأ. الحاجات الارجنت امبورتنت دي الحاجات اللي ما ينفعش حضرتك تستنى عليها، حاجات مهمة جدا ولازم تبدأ بيها حالا، فحضرتك بتعمل دو فيرست اكشن او بتشتغل عليها على طول ان هي urgent وهي important. اما الحاجات اللي هي بتبقى important لكن مش urgent بالنسبه لك دلوقتي، دي بتعمل لها schedule او بتشتغل عليها في وقت تاني يكون وقتك يسمح ومجهودك يسمح. اما الحاجات اللي هي بتبقى urgent حالا لكن هي مش important بالنسبه لك، دي بتعمل لها delegate او بتعين شخص تاني يشتغل عليها. زي مثلا ان حد يكلمك في التليفون يقول لك عايز منك خدمه ضروري حالا، معلش والله هي خدمه بالنسبه لك ممكن تكون مش important لانك تخدم حد وانت وقتك ما يسمحش ده، لكن هي urgent للشخص اللي قدامك، تقول له والله ما عنديش وقت بس خليني اكلم لك فلان يشتغل معاك على الحاجه الفلانيه او الحاجه اللي انت عايزها. اخر حاجه خالص هي النون ايرجنت نون امبورتنت، ودي كتير مننا جدا في الوقت بيسال هل انا ممكن اسيب حاجه، هل في تاسك معين في الشغل مش هشتغل عليه خالص. الاجابه طبقا لايزنهاور انه طبعا في. لو الحاجه دي بالنسبه لك نون ايرجنت ونون امبورتنت ارجوك ما تضيعش وقتك فيها. لو استخدمت الايزنهاور ماتريكس قبل كده في الشغل قول لنا ايه رايك فيه، وهل في طريقه تانية احسن استخدمتها لتنظيم وقتك وجهدك في الشغل ولا لا.